شكرا. ولهذا هم علي من أين، قبل لا نوصل في أين وإلى أين في الجنبة الملكية وبعدين الملكوتية، من أين في أين إلى أين إن شاء الله. علي من أين؟ علي من الكعبة، علي من رحم فاطمة بنت أسد الطاهر، علي إلى حجر محمد، رحم فاطمة، مهد الكعبة، متن محمد. شنو هالمثلث هذا؟ شنو هالثلاثي العجيب هذا لأمير المؤمنين؟ أنا ما فهمت. هاي بس العلي سلام الله عليه. المقصود أستاذ بعدين. ولهذا رسول الله قال بكتب الشيعة والسنة: مثل علي فيكم كمثل الكعبة تقصد ولا تقصد. هكذا قال رسول الله: مثل علي فيكم كمثل الكعبة. نص كلام النبي، كتب الشيعة والسنة: تقصد ولا تقصد. ولم لا وهي مهده سلام الله عليه. الليلة أمير المؤمنين على فراش المرض، الليلة أمير المؤمنين على فراش الموت صلوات الله وسلامه. الليلة علي يئن مما به. الليلة قالع باب خيبر يجود بنفسه على فراش الموت صلوات الله وسلامه عليه. الليلة أمير المؤمنين يئن من جراحه. أويل عليك أبا الحسن. الأصبغ بن نباتة يقول: جيت أزور أمير المؤمنين، يقول شفت منظر كسر قلبي. شنو المنظر؟ يقول لما أجيت الباب أمير المؤمنين شفت صفوف من الأرامل واليتامى على باب دار الإمام سلام الله، كلها تبكي وتصيح: من لنا بعدك يا أبا الحسن؟ منو إلنا يا أمير المؤمنين؟ يقول ماكو، ايش اكو يتيم، ايش اكو ارمله، ايش اكو مريض، ايش اكو محتاج، كلها واقفه على باب الامام علي تصيح: من لنا بعدك يا ابا الحسن، من لنا بعدك يا امير المؤمنين. يقول الشيء الثاني الاكثر شفته الثاني، ذول اليتامى كل واحد خال بيده قدح فيه لبن، لانهم سمعوا بان اللبن مفعول قوي تجاه السم، ودروا بأن السيف الذي أصاب الإمام كان مسموما، فكل واحد شايل قدح لبن وجايب الأمير المؤمنين. يقول الأصبغ: وقفت معهم أصيح إذا صاحوا وأبكي إذا بكوا، وبينما نحن كذلك إذ خرج الإمام الحسن عليه السلام قائلا لهؤلاء الناس: أيها الناس، والدي يبلغكم السلام ويقول: انصرفوا إلى بيوتكم رحمكم الله. رجعوا لبيوتكم، لأن أبويا حالته مو مال يستقبل واحد، أبويا يغمى عليه بين الساعة والأخرى، فما يقدر يستقبل واحد. القضية الثانية: أبويا من يسمع صوتكم يتأذى، فانصرفوا إلى بيوتكم رحمكم الله. يقول فانصرفوا. الأصبغ يقول: كل ما أردت الانصراف ما حملتني قدماي على الانصراف، بقيت واقفا أبكي بباب الإمام. بعد قليل خرج الإمام الحسن قال: يا أصبغ، ألم أقل انصرفوا؟ لم لم تنصرف؟ قلت له: سيدي لا تطاوعني قدماي على الانصراف، كل ما ردت امشي رجلي ما يخلني امشي، اريد اشوف امامي، سلم لي على امامي. قال له: خلاص اوصل سلامك لامامك. رجع الامام الحسن الى الدار، قال: ابتاه، لقد انصرف الارامل واليتامى وبقي الاصبغ باكيا على الباب وهو يقول: السلام عليك يا امير المؤمنين، يا امام المتقين، رحمك الله يا ابا الحسن. قال: وعلى الأصبغ السلام، قل له فليدخل. خرج الإمام الحسن إلى الأصبغ قال: هنيئا لك يا أصبغ، لقد أذن لك إمامك. بس لا تطول لا تطول، أبوي ما يتحمل، بس شوفه واطلع، خدمتك سيدي. دخل على الإمام يقول: رجلي ترتجف من الهموم. علي قالع باب خيبر، شلون راح أشوفه؟ يقول: فلما دخلت على الإمام
رأيته قد شد رأسه بعصابة صفراء، والله لا أدري أيهما أشد اصفرارا العصابة أم وجه الإمام. سلمت عليه وبكيت، وقعت على أقدامه. قال وعليك السلام يا أصبغ، لا تبكي إنها الجنة. قلت له أجل الجنة، ولكن من لنا بعدك يا أبا الحسن. يقول ماكو بعدني أسولف وياه. إجاني العباس قال لي أصبغ من رخصتك أختي زينب تريد تشوف أبوها. مولانا طلع دخلت زينب على أبوها بعيد البلا يا حارس الدين. بويا بعيد البلا يا حارس الدين، راسك يصير اليوم نصين وتنعاد كلها يا المسلمين. الإمام الحسن قالها أخويا زينب من رخصتك ها؟ قالها أبوي راد الجراح السكوني وجبنا له الجراح يريد يشوف أبوي. من رخصتك دخلي بالبيت. دخلت زينب عليها السلام، قالت له أبو محمد إذا بشركم بشروني، قلبي واقع على أبوي ترى. دخل الجراح قال لهم ذبحوا لي شاة ذبحت، أخرج جلد من رئة شاة أدخله في رأس الإمام ونفخه ثم أخرجه، وإذا به قد تكلل بدماغ الإمام. رحم الله من نادى وعليا. أيوا سيداه. قال سيدي يا علي اعهد عهدك وأوصي وصيتك، فإن الضربة قد وصلت إلى دماغك. الشاعر شو يقول؟ يقول طلع مايوس من حيدر طبيب. اسمع طلع مايوس من حيدر طبيب، وطلع بعد الحسن يشتي المصيبة. المن يشتي؟ والله المصيبة يشتي الفاجع على الله وحبيبه. خلي ألكم قلبك. يشتي الفاجع على الله وحبيبه. يا بأثار أم الخدر كانت جريبة، ومن شافها حل نحيبة، يقلها جرح ابونا ما لطيبة، يقلها جرح ابونا ما لطيبة. ابيات الدعاء خلي احرق قلبك. صار بكاء. هذا الطبيب لما قال له اعهد عهدك يا امير المؤمنين، الكل قام يبكي. اولاد الامام بكوا. زينب واقفه ورا الباب تسمع اخوتها يبكون. زينب ندهت العباس وابو فاضل تلقاها ينشف دمعة عيونه وينشف دمع عيناها. يا بعيناها يا زينب عامر ايش دردين يم الخضر نادت والعيون عبار. شلون اصواب حامد جار، انا اسمع ويد عندكم صاير يا خويا والهواش ماي كل اليوم اشاهد. يقول ما جيت عرفت زينب وبيا القاع، عرفت زينب